ستسمعون الكثير من الجدل حول هذا الاتفاق. طبعا وهناك إعلانات بعشرات الآلاف من الدولارات، ولو أن ذلك الخطاب في تلك الإعلانات والذي يظهر لو أنه سيوجه طبعا هو موجه من قبل الناس الذين كانوا يجادلون بشأن حرب العراق ويقفون معها والآن هم ضدها. حينما ترشحت لمنصب الرئاسة قبل 6 سنوات أعلنت بأنني ضد الحرب في العراق، وأنا قلت بأن أمريكا لا يجب أن تدخل فقط تلك الحرب، علينا أن ننهي أيضا العقلية التي قادتنا إلى تلك الحرب. هناك عقلية لبعض الناس الذين يفضلون القوة والتحركات العسكرية على حساب السلام، وينظرون لإجماع عقول تهديدات والزعماء طبعا لم يتحدثوا عن تكاليف الحرب، قالوا فقط وأكدوا أنهم سيفرضون سيطرتهم على منطقة في العالم لديها ثقافة وتاريخ مختلفان. وبالطبع أولئك الذين كانوا يدعون إلى الحرب قالوا إنهم أقوياء وإنهم حاسمون، وطبعا رفضوا كل الخطابات الأخرى ووصفوا أصحاب أولئك الأقوال بأنهم ضعفاء ونشروا إعلانات ضدهم. بعد 10 سنوات لا نزال نعيش مع عواقب ذلك القرار، قرار غزو العراق. جنودنا طبعا حققوا كل المهام التي كلفت إليهم، ولكن الآلاف ماتوا والعشرات من الآلاف أصيبوا، وطبعا هذا بغض النظر عن الضحايا العراقيين. حوالي $1 تريليون أنفقت على تلك الحرب، واليوم العراق تبقى دائما في ذلك النزاع الطائفي، وهناك ظهور لداعش في العراق، وطبعا هذا كله يصب في مصلحة داعش. وللسخرية فإن الذي المستفيد الوحيد في المنطقة من تلك الحرب هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وطبعا لأنها موقفها الاستراتيجي تقوى، وذلك لأننا أزلنا عدوها اللدود صدام حسين. أنا أتحدث الآن عن التاريخ لأننا الآن يجب أن تكون لدينا تفكير واضح بشأن السياسة الخارجية، وأنا أتحدث عن هذا التاريخ لأنه يظهر لنا كيف يجب أن نرد على البرنامج النووي الإيراني. هذا البرنامج قد كان منذ عقود وحتى منذ عهد الشاه، وبدعم من الولايات المتحدة في الستينيات والسبعينيات للحصول على القوة أو الطاقة النووية. وطبعا وصول الخميني إلى السلطة سرع من ذلك، ورغم أن صدام حسين استعمل أسلحة كيماوية ضدهم، فإن البرنامج النووي الإيراني بقي مستقرا خلال التسعينيات، وذلك بسبب بعض العقوبات. وحينما تسلم بوش الرئاسة لم يكن لدى إيران أجهزة الطرد المركزي، ولم تكن لديها أي شيء لتخصب به، وطبعا كانوا ينفقون أموالهم على تخصيب اليورانيوم. ولكن رغم كل التحذيرات التي وجهتها لها الحكومة الأمريكية، أنا حينما تسلمت الرئاسة كان لدى إيران الآلاف من أجهزة الطرد المركزي، ولم تكن هناك نية من قبلهم لتخفيض هذا العدد ولم يكن هناك أي عدم توافق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول المخاطر التي يمثلها حصول إيران على السلاح النووي، وخاصة في تلك المنطقة الملتهبة. وطبعا ذلك سيعزز، كانوا أيضا يد إرهابية مثل حزب الله التي تهدد إسرائيل وتعتزم تدمير إسرائيل. ولكن طبعا هناك هذا الإجماع الدولي الآن موجود.